سيادنا واحد السلام عليكم. اولياء التلاميذ وحتى التلاميذ مدينه طنجه كيحتجوا على الاوضاع ديال الدراسه، غاضبين وكيستنكروا الاضرابات اللي كيخوضوها الاساتذه في الدفاع عن حقوقهم، وكيقولوا ان المتضرر الوحيد من هذا الوضع هو التلميذ. خليكم معنا نسمعوا شنو قالوا الامهات والاراء ديالهم وكيفاش كيشوفوا الوضعيه ديال ابنائهم. فين الصحه وفين التعليم؟ الدوله هي الصحه وهي التعليم، ما كاينش تعليم ما كاينش الصحه ما كاينش الدوله. احنا كنستنكروا الفعل الشنيع في حق وليداتنا، في حق التعليم المغربي بصفه عامه، في حق هاد الاطفال. عيب وعار على وزاره مغربيه تخلي ولادها في سن مدروس في الشارع. راه احنا كنحملوا كامل المسؤوليه، الوزاره، الدوله، وزاره التعليم العالي وتكوين الاطر بهذا المشكل. حلوا المشكل ديالكم مع الاساتذه. راه التلميذ اليوم استاذ الغد، ملي انت غتقمع الاستاذ بهذه الطريقه هذه، انا علاش غنخلي ولدي يقرا باش يوصل للتعليم، باش يتكرفص، باش يتعنف من طرف الدوله، من طرف الوزاره. شكرا للوزاره، شكرا على هذا الشيء اللي عملتوا لنا وعلى تشريد ولادنا اللي في الزنقه وفي الشارع. 20 كناشد وكنطالب عباد الله هذه الحكومه، هذه الوزاره التعليم تنزلنا الارض من عند الاساتذه وتشوف المطالب ديالهم باش يشوفوا لنا مع وليداتنا. حنايا التعليم ضايع بلا ما يعملوا لنا الاضرابات ونزيدوا حنايا الاضرابات. انا كأم كنحس اني كنربي ولادي قنبله موقوتا هذه الدوله هذه. وكيف العاده خلونا آراءكم وتعليقاتكم حول هذا الموضوع، وتابعونا على قناتكم قناه ميكرو مغربي.